اهلا بيكو، انا ندى. النهارده عايزه اسالك سؤال وعايزاكي تفكري فيه كويس. اخر مره حسيتي فيها انك مبسوطه وسعيده حقيقي من قلبك كانت امتى؟ مش قصدي السعاده المؤقته لما تشتري حاجه جديده او الفرحه السريعه لما حد يعملك لايك مثلا. لا، الفرحه والسعاده اللي بجد. المره دي مش هنتكلم عن مشاكل او ضغوطات. النهارده هنتكلم عن ازاي فعلا على الاقل تعيشي لحظاتك سعيدة كل يوم. اول حاجة هو الفخ اللي واقعين فيه معظمنا وانا من ضمنكم. خليني احكي لك حاجة بتحصل بس ممكن مش واخدين بالنا منها، وهي ان ممكن نصحى الصبح مثلا ونقول ياه لو خس شوية هبقى سعيدة فعلا، ياه لو اتجوز متعرفوش هبقى مبسوطة قد ايه، او ياه لو اترقى في شغلي هبقى في قمة سعادتي، يا لو معايا فلوس كتيرة واجيب لي شقة لوحدي هبقى فعلا مبسوطة بجد. وبعدين بجد، وممكن تلاحظي ان لما مثلا لو حققتي الحاجة دي تفرحي فعلا يوم يومين 3، وبعدين هترجعي فعلا تقولي نفس الكلام، هبقى مبسوطة وسعيدة لما، وهكذا. ممكن نقضي عمرنا كده فعلا وبنعيش واحنا بنقول لنفسنا مش دلوقتي لما اوصل. كمثال، انا الحمد لله يعني كام شهر وهتخرج، وفعلا بقول كده ساعات مش هنكر. لما اتخرج هبقى فعلا مبسوطة وهرتاح من هم الدراسة والمواصلات والمذاكرة. طيب ليه مستنية اللحظة دي وانا فعلا ان شاء الله ممكن اتخرج وبعدين فترة وهتعدي، وهبقى لو لقيت شغل هبقى مبسوطة ومستقلة. بس انت لو ركزتي فعلا هتلاقي انك بتعيشي حياتك في لحظات انتي محدداها، مسستمة نفسك انك هتفرحي في الوقت ده، بس في لحظة ممكن ما تجيش، ممكن الحاجات اللي انتي مستنياها دي ما تجيش. هيبقى ايه موقفك لما ما تمشيش على حسب خططك؟ اكيد طبعا هتكتئبي وهتستني لحظة زي دي كده برضو، وافرض ما جاتش ليه؟ لان السعادة مش محطة وصول. السعادة اللي فعلا ممكن تحس بيها ومش هيهمك ايه النتائج بعدين، هو الطريق نفسه. خلينا نتفق على حاجة، ان الحاجات اللي بتستنيها دي فعلا حاجات ممكن تسعدك. ايوه الفلوس الكتيرة نعمة، وايوه الشكل المثالي والحلو حاجة كلنا عايزينها، الجواز فعلا حاجة مهمة والنجاح، بس انك تلاقي السعادة في اللحظات الصغيرة اللي بنعديها من غير ما نلاحظها، زي فنجان القهوة الصبح وانتي قاعدة في البلكونة والشمس داخلة والدنيا هادية. بصراحة انا اي حاجة فيها هدوء وسكينة بحس ان انا في عالم تاني، او ضحكك مع صاحبتك اللي فعلا دمها خفيف، او صوت المطر وانتي نايمة تحت اللحاف، حاجة بصي بتحسسك بدفى كده. او لما مامتك او باباكي يقولولك ربنا يعينك يا بنتي، ربنا يخليكي من غير سبب. او لما تقري صفحة من كتاب او نص وتحسي انه مكتوب عشانك، او لما تشوفي حاجة جميلة فتصوريها. تعرفوا ان اكتر حاجة بتفرحني في اليوم خاصة لو يوم دراسي هي حاجة تافهة جدا، بس هي لما بلحق القطر وانا مروحة، لاني ساعات بفوته كتير بكون عايزة امشي اقول للناس كلها اني لحقته وهروح. بجد ببقى مبسوطة جدا. يعني انا شايفة ان اي لحظة في يومك وقفي وقولي انا فين دلوقتي. مثلا لو ماشية في الشارع شوفي الناس، السما، الشجر، لو بتكلمي حد اسمعي فعلا، مش وعقلك في حتة تانية. لو بتاكلي كلي براحتك وحسي بطعم الاكل.
كل ما تكوني حاضرة اكتر هتحسي بسعادة اكتر. وفي قاعدة كده اسمها الامتنان، تفرق قوي. يعني مثلا قولي ايه ده، الحمد لله صحيت بدري النهاردة من غير منبه، او الحمد لله عندي اكل، او الحمد لله عندي اصحاب كويسين. حتى لو الظروف صعبة في حاجات تستاهل الشكر موجودة. وفي النهاية السعادة اختيار انك تشوفي الحلو في يومك، تقدري اللي عندك، وتعيشي اللحظة، وتحبي نفسك، وتعملي اللي يفرحك. مش كل الايام هتبقى حلوة، في ايام صعبة وده طبيعي، بس اكيد هتلاقي لحظة صغيرة فيها نور. من النهاردة بطلي تأجلي سعادتك، عيشي كل يوم كأنه هدية من ربنا. كوني ممتنة ان الحياة قصيرة، مستاهلة تعيشي لحظتك من غير تأجيل. وانا هنا معاكي في عالم أهلك، ومتنسيش تعملي متابعة عشان الحلقات الجاية ان شاء الله.